السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولاء شريف ودي قناتي طلسم. أتمنى طبعا إن انتم تكونوا معايا مستمتعين كل مرة بالحلقات اللي بنزلها عندي على القناة. أتمنى إن انتم تفضلوا معايا للآخر وما تروحوش في أي حتة علشان نستمتع مع بعض بالقصص اللي أنا بنزلها. ياريت لو القناة عجبتكم والمحتوى عجبكم ما تنسوش الدعم للقناة بلايك وكومنت وشير لكل أحبابكم وأصحابكم. أما إذا في حاجة مش عاجباكم فما فيش مانع إن انتم تحطوا ديسلايك وكمان تسيبوا كومنت وتقولوا فيها عملتوا ديسلايك ليه. لو انتوا أول مرة تشوفوا القناة فما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. أما دلوقتي بقى مستعدين نسمع مع بعض حلقة النهاردة؟ يلا بينا. ازيك يا محمد بيه عامل ايه؟ ده كان صوت صاحبي المقدم رفعت اللي معايا في القسم. رديت عليه وقلت له: الحمد لله يا رفعت، انت اخبارك ايه؟ رد عليا ساعتها وقال: اهو الحمد لله. عملت ايه مع المتهمة اللي قتلت جوزها وبنتها؟ اه دي موجودة في المستشفى، والدكتور بيقول انها بتجيلها حالة انهيار عصبي، تفضل تصرخ وتعيط وتقول: جوزي قتل جوزي وبنتي، وعمالة تكرر في الجملة دي كتير. وانت قلت له ايه؟ عادي، انا قلت له لما تهدى كلمني وانا هجيلك فورا. وانت استنتجت من ده ايه يا محمد؟ انا حطيت كذا احتمال. أول احتمال إن الست دي ممكن تكون بتتعاطى مواد مخدرة من ورا جوزها، وممكن تكون خدت جرعة زيادة ولا حاجة. بس ايه اللي خليها تتعاطى مواد مخدرة؟ هو عامة ده هياخدنا لاحتمال تاني خالص، ده في حالة لو ما بتتعاطاش مواد مخدرة. وايه هو الاحتمال التاني ده؟ وجود عاشق. اللي عرفته من أهل المنطقة إن الست دي اتجوزت غصب، فممكن يكون فيه عاشق، وهو اللي قتل جوزها وبنتها ولبسها التهمة، وهي من الصدمة مش عارفة تتكلم. والاحتمال التالت؟ إن دي تكون تمثيلية هي عاملاها، تمثيلية الانهيار العصبي ده، وإنها مش عارفة تتكلم وتكون هي المجرمة في الآخر، وهي اللي قتلاهم. ما تنساش إن حوار القتل ده داير في البلد اليومين دول، وكل ست بتحاول تقتل جوزها. خلي بالك بقى على مراتك، أحسن تعمل فيك حاجة. قعدنا نضحك أنا وهو، في الوقت ده رن تليفوني، كان اللي بيتصل دكتور المستشفى. رديت عليه وقلت له: أيوة يا دكتور، خير، في أخبار جديدة؟ رد عليا الدكتور وقال لي: ايوه يا باشا، المريضة فاقت من يومين ودلوقتي هي كويسة جدا لو حضرتك عايز تحقق معاها. خلاص تمام، إن شاء الله أنا جاي دلوقتي. قفلت معاه وقلت لرفعت: الست فاقت، أنا هروح لها دلوقتي. سبته ومشيت ورحت المستشفى وقابلت الدكتور وقال لي: يا باشا دي عمالة تخرف وتقول جوزي رجع وقتلهم، أمي هي السبب، وحاجات من دي كتير، لحد ما هديت من يومين وبدأت تاكل. هي ما بتاكلش كتير، بس بتاكل كام لقمة يسلبوا طولها زي ما بنقول. استأذنت ورحت لها الأوضة. كانت قاعدة على السرير باصة في السقف، وما كانتش ملاحظة كل ده إني واقف قدامها، لحد ما اتنهدت أنا وقلت لها: السلام عليكم يا مدام، البقاء لله في جوزك وبنت حضرتك. أنا الرائد محمد من مباحث القاهرة، تسمحي لي أقعد أتكلم معاكي شوية؟ نزلت راسها ووشها كان أبيض، مش أبيض كبشرة، لأ، أبيض شاحب، كأنها ميت قدامي وأنا بتكلم معاه. عينيها كانت حمرا جدا،
توقعت ده من كتر العياط عليها. ردت عليا بابتسامة باهتة وقالت: وعليكم السلام ونعم بالله يا سيادة الرائد. تعال اتفضل. شديت كرسي وقعدت جنبها وقلت: أنا مش هضغط عليكي، عايزة تحكي براحتك، مش عايزة تحكي أو شايفة إنك تعبانة، أنا ممكن أجيلك وقت تاني تكوني مرتاحة فيه. ابتسمت وقالت: لا يا حضرة الظابط، أنا هحكي لك كل حاجة، عشان هو هيجي النهاردة بالليل عشان هياخدني معاه. رديت عليها وأنا مستغرب، مين ده وهياخدك فين؟ جوزي اللي أمي منها لله جوزتهولي. قلت في سري: بدأت تعمل دور العبيطة عشان تخفف الحكم على نفسها. طب احكي يا مدام، قولي. الموضوع بدأ لما كنت طفلة صغيرة. أمي كانت بتحبني جدا، هي اللي خلفتني بعد ما كانتش عندها أمل إنها تخلف. كنت البنت الوحيدة في حياتهم، وأمي كانت من النوع اللي بيخاف عليا من الهوا، لحد ما قالت لي في مرة: انتي لازم أخلي معاكي حد عشان يخلي باله منك. قلت لها وأنا مش فاهمة حاجة: حد زي مين يعني يا ماما؟ مش مهم، المهم أنا هعمل كل حاجة أقدر عليها عشان أخليكي في أمان. بعد كده أمي جت وقالت لي: يلا البسي عشان هنروح زيارة. رايحين لمين يا ماما؟ لما نروح هتعرفي كل حاجة. لبست ورحت مع أمي. منطقة كانت بيوتها متكسرة. دخلنا بيت ريحته كانت وحشة قوي، لحد ما قابلنا واحد كان شكله يخوف قوي. وشه كان اسود ودقنه طويلة ولابس جلابية سودا. أول ما قربت منه شميت ريحة وحشة قوي طالعة منه. ماما اتكلمت وقالت: هي دي يا سيدنا. الراجل ده اداني كوباية فيها مية لونها اسود وقال لي: اشربي المية دي عشان البركة تحل عليك. ماما خدت الكوباية من ايده بعد ما حست اني خايفة وقالت لي: ما تخافيش يا حبيبتي، خدي يما واشربي. شربت. كانت طعمها وحش قوي. الراجل الغريب ده حط ايده على الكوباية وبدأ يخليني اشربها كلها بالغصب. شربت المية وكأني شربت سكاكين. بطني كانت بتتقطع وعمالة أعيط وأصرخ. أمي قالت للشيخ ده: هو فيه إيه يا شيخ؟ إيه اللي بيحصل لها ده؟ دي لازم علشان يعرف ينفذ لك مرادك. من كتر الوجع والألم غبت عن الوعي. صحيت لقيتني في البيت وماما كانت نايمة جنبي. الوجع اللي كان في بطني خف جدا. قمت ورحت المطبخ عشان أجيب لنفسي كوباية مية. وأنا ماشية حاسة إني دايخة وعمال أروح يمين وشمال، لحد ما وصلت للمطبخ وأنا بميل الكوباية. دايما حاسة إن في حد ورايا، في حد بيراقبني. وأنا بشرب طعم المية اتغير. بصيت للكوباية لقيتها بقت مليانة دم. صرخت ورميت الكوباية على الأرض واتكسرت. وفجأة لقيت إيد محطوطة على كتفي، كانت إيد سودة فيها مخالب كتير. بصيت ورايا لصاحب الإيد وصرخت. كان شكلها مرعب أوي، عيونه صفرة ووشه أسود. جريت على أوضتي وفضلت أهز في ماما عشان تصحى، لكن ماما زي الميتة مش بتصحى مهما هزيت فيها. سمعت صوت خطوات جاي من بره وغطيت نفسي بالبطانية. صوت الخطوات بيقرب وأنا بترعش تحت البطانية، عمالة أدمع بس مش عايزة أطلع صوت. حسيت بصوت أنفاس حد جنبي، كل ده وأنا بدعي ربنا إنه ما يشوفنيش. صوت الأنفاس والخطوات اختفى مرة واحدة. شلت الغطا بالراحة وما لقيتش حد في الأوضة. دورت بعيني يمين وشمال، الحمد لله اختفى.
فردت ظهري على السرير وفضلت باصة للسقف، وفجأة ومرة واحدة حاجة سودة اخترقت السقف ونزلت قدام وشي. كان هو الكائن ده. مبقتش عارفة أصرخ ولا أحرك أي جزء في جسمي. بقي بعدها لقيته بيتفتح غصب عني، والكائن ده بدأ يتحول دخان ودخل جوه بقي. بدأت الدنيا تضلم من حواليا وفقدت الوعي. صحيت الصبح مش فاكرة أي حاجة من اللي حصل، والموضوع عدى ولا أكن حصل حاجة، أكنه كابوس أو تهيؤات بسيطة. ركزت في دراستي لحد ما في مرة كان عندي 20 سنة صحيت على صريخ أمي. قمت أشوف في إيه، لقيتها واقفة بره البيت والجيران حواليها، وأول ما شافتني قالت لي وهي بتصرخ: ابعدوها عني، ابعدوها، دي مش بنتي، دي عفريت. الناس بدأت تهديها، وأنا كل ما أقرب منها تصرخ، لحد ما بعدت عنها عشان تهدى وأعرف إيه اللي حصل. بعد ساعتين أمي هديت خالص. جيت جنبها وقلت لها: في إيه يا ماما؟ حصل إيه؟ عفريت إيه ولا جن إيه اللي بتقولي عليه ده؟ بدأت أمي الدموع تنزل منها شلالات وبتبكي بحرقة قوي، وقالت لي: أنا السبب، أنا السبب يا بنتي، سامحيني، كل ده من خوفي عليك، أنا اللي غلطانة. فضلت أسمعها لحد ما هديتها، لأني عارفة إن اللي بيجيله زي صدمة عصبية ممكن يهلفظ بأي كلام. قلت لها: مالك يا ماما، في إيه؟ من ساعة ما أبوك الله يرحمه مات وأنا بنام لوحدي ومش بخلي أي حد ينام جنبي. كل شوية يا بنتي بحس بصوت خطوات، كأن حد عمال يتمشى في البيت. صحيت دلوقتي من النوم لقيتك نايمة جنبي على غير عادتك. فضلت أهز فيكي لقيت جسمك بارد زي التلج. قمت أجيب كوباية مية من المطبخ، وأنا معدية من قدام أوضتك سمعت صوت كأن حد بيتقلب على السرير بتاعك. فتحت عليكي باب أوضتك لقيتك نايمة على سريرك. قلت شكلك صحيتي ورحت على أوضتك. دخلت أوضتي وما كنتش عارفة أتحرك، لأني لقيتك نايمة على السرير ووشك ناحيتي ومفتحة عينك على الآخر، وكان لونهم من عينك أصفر زي القطط، وطالع منها ابتسامة ما تطلعش غير من إبليس. بصيت على أوضتك لقيتك نايمة في سريرك. بصيت على أوضتي لقيتك بتقومي من على السرير وجاية عليا بنفس الابتسامة. ما حسيتش بنفسي غير وأنا بجري من باب الشقة وعمال أصوت وأخبط على الجيران. ده كل اللي حصل. فاكرة الراجل اللي رحنا له مرة وانت صغيرة؟ سكت شوية وقلت لها: فاكراه، سيدنا ده باين ولا الشيخ اللي شربني مية وحشة؟ قالت لي وهي بتهز دماغها بالإجابة: أيوة، الراجل ده، الراجل ده يا بنت أنا رحت له عشان كنت عايزة أحميكي من أي أذى. قال لي ساعتها: أنا هخلي معاها جن هو يتولى حمايتها، بس انتي لازم تجيبها لي. وجبتك ليه فعلا. وطول السنين اللي فاتت لما كنت بتخفي بسرعة أو لما يبقى عندك جروح وكانت بتتلئم بسرعة، كان ده كله من عند الجن، هو اللي كان بيعمل كده. ساعتها رديت عليها وقلت لها: طب وإيه ده اللي بيحصل لك يا ماما؟ ردت عليا وقالت لي: ابتسامة البت اللي اتشكلت على سريري اتأكد لي إن اللي حصل لي ده بسبب الجن اللي الشيخ حضره عليكي. والعمل دلوقتي ايه يا ماما؟ فيه بقى المرة دي شيخ بجد بيعالج بالقرآن. أنا هروح له الصبح واجيبه وإن شاء الله يقدر يمشي اللي عليك. فضلنا قاعدين للصبح أنا وماما وما نمناش لحد قدرنا نتواصل معاه، وقال لنا إنه هيجيلنا فعلا على صلاة العشاء. والشيخ جه فعلا واتكلم مع أمي واتكلم معايا وبدأ يقرأ عليا قرآن. كنت مصدعة جدا وحاسة إن دماغي هتنفجر وبطني بدأت تألمني بشكل مش طبيعي. الشيخ قعد يقرأ قرآن عليا ساعة بحالها
لحد ما خلص وقال: اللي عملته والدتك ده كفر بالله. ازاي تروحي لمجرد عبد من عباد الله وتقولي له احملي بنتي؟ الحامي هو الله يا أستاذة. الجن اللي الدجال ده سخره ليكي اتحول لجن عاشق، وبدأ يبعد الناس عنك عشان تبقي بتاعته بس، وانا كده صرفته. ولكن هتعوزي كذا جلسة تحصين كمان، وان شاء الله هتكوني كويسة. بعد ما مشي الشيخ قعدت شوية مع أمي ودخلت أنام. حلمت بالكائن أو الجن ده واقف في وشي، وعلى وشه علامات الغضب كلها اترسمت. قال لي بصوت أجش: مش هسيبك وارجع لك تاني، انا جوزك. واختفى من قدامي. تاني يوم جه الشيخ تاني ورقاني وحكيت له على الحلم. قال لي: لا، ده مجرد تهديد بس، لكن مش هيقدر يعمل حاجة. عدى سنين كتير واتجوزت بالغصب. أمي اللي فرضته عليا بحجة إنها حست إنها هتموت وكانت عايزة تطمن عليا، ووافقت بيه واتجوزت وخلفت منه كمان. وفي يوم كنت نايمة جنبه وحلمت بنفس الجن ده وقال لي: مش قلتلك انا جوزك ومش هسيبك؟ خلاص، كلها شوية وهتكوني ليا. عيد البعث هتكوني كل حاجة انتهت. صحيت من الحلم ده وأنا بعرق وبنهج، وجوزي قام مخضوض وقال لي: مالك يا بنتي، فيكي ايه؟ هديت وقلت له: ما تخافش، ده مجرد كابوس بس. يوم 31 أكتوبر بالليل كنت واقفة قدام المراية بسرح شعري، وبعدين لفت نظري إن انعكاسي في المراية بيبصلي بتركيز شديد قوي. سبت المشط وبدأ انعكاسي يبتسم ابتسامة خبيثة. من بعدها انعكاسي ده هيتحول لدخان ودخل جوايا من تاني، وما حسيتش بنفسي غير لما قتلت بنتي وجوزي. خلصت أستاذة منار حكايتها وقلت لها: مم. يعني أفهم من كلامك كده الجن اللي هو عايز يتجوزك أو عاوز يكون جوزك هو اللي قتله. هزت راسها بالإيجاب، وأنا بدأت أقتنع إن الست دي يا مخها فوت يا إما بتستهبل. استأذنتها ومشيت، وقابلت الدكتور وقلت له: تعملي كل اللي تقدر عليه عشان تعرف لي الست دي بتتعاطى أي مواد مخدرة، أو هل هي بكامل قواها العقلية ولا لأ، وتخلص التقرير ده وتبعتهولي. وبالفعل هز راسه بالإيجاب، وأنا مشيت ورجعت تاني على المكتب. رحت على المكتب قعدت ارتاح شوية لحد ما جه رفعت وحكيت له ايه اللي حصل كله، وقال لي: وانت ترجح انهي احتمال يا محمد؟ والله ما عارف يا رفعت، حاسس ان الست بتتكلم بصدق، واديني برضه مستني تقرير الدكتور. رد رفعت وهو بيقوم: ان شاء الله خير، وابقى خبرني بكل المستجدات. ايه رايح فين كده؟ عندي قضية هخلصها. مشي رفعت وانا قعدت على الكنبة وريحت دماغي شوية وما نمتش بالي يومين. وانا نايم سمعت تليفوني بيرن. كان الدكتور المسؤول عن حالة منار. رديت عليه وسمعته بيقول لي: سيادة الرائد، أنا كنت متردد قبل ما أكلمك، ولكن أنا يؤسفني أقول لك إن مدام منار ماتت. ايه؟ ازاي؟ ازاي ده حصل؟ من الأفضل إنك تيجي تشوف يا باشا. قفلت معاه ورحت المستشفى. كان في حالة من الهرج. قابلت الدكتور خدني ودخلت الأوضة منار. جسمها كان متخشب، كأن الدم اتسحب من جسمها. بقها كان مفتوح زي ما تكون كانت بتصرخ. على وشها أشد علامات الرعب. الدكتور قال لي: الممرضة سمعت صوت تكسير في الأوضة، جت تدخل الباب كان مقفول من جوه، وهي عمالة تسمع صوت مدام منار لحد مرة واحدة الباب اتفتح من جوه ودخلت. شافت المنظر ده وأنا كلمتك. رحت ناحية الجثة، لقيت ورقة جنب الجثة كان مكتوب فيها: لم أكن أنا من قتل زوجي وابنتي.
ولكن زوجي من الجان هو الذي قتله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. قصة زوجي قتل زوجي للكاتب إيهاب زكي. شكرا لكتابته الجميلة لأحداث هذه القصة. ما تنسوش اللايك والكومنت والشير للحلقة لو عجبتكم، ويا ريت لو ما عجبتكوش حطوا ديسلايك واكتبولي في الكومنت ما عجبتكوش في ايه. ولو أول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني دايما إشعار بكل ما هو جديد. دمتم في حفظ الله ودمتم مرعبين.